ازاي تعرف ان تليفونك مخترق؟ اول حاجه هتحصل في تليفونك لو حد حاول يخترقه او هو مخترق بالفعل، هتلاقي بطاريه تليفونك بتخلص بسرعه. اوقات كتير مش هتبقى بتستخدم التليفون وهتلاقي علامه المايك سواء كانت خضراء او صفراء او حمراء على حسب ما انت ظابطها في الاعدادات شغاله، وانت اصلا مش مشغل المايك في التليفون. وانت بتستخدم الجهاز هتلاقي الجهاز يدي اوامر انت اصلا ما اديتهاش، يعني هتلاقي الجهاز هتلاقي الشاشه بتدي اوامر لوحدها كأنك انت اللي بتستخدمها وانت اصلا ما استخدمتهاش. وفي حاجه كمان انت ممكن تاخد بالك منها تاكد لك ان تليفونك مخترق، هو انك هتلاقي تطبيق شكله غريب هو اصلا مش عندك ومش منزله، واول مره تشوفه موجود في الجهاز وانت ما تعرفش اصلا ده بتاع ايه. ازاي احافظ على تليفوني وما اقعش في الفخ ده؟ لما يجي لك روابط ما تقبلهاش، اي روابط انت ما تعرفهاش ما تقبلهاش، واي تطبيق انت ما تعرفش المصدر بتاعه، ما تعرفش التطبيق اصله ايه، والتطبيق ده معروف وعالمي والتقييمات بتاعته مش عاليه، يبقى بلاش تنزله من الاساس. هيطلب منك اذونات وصلاحيات وكده، ممكن التطبيق ده اصلا يكون هو مخترق البيانات بتاعتك كلها نازله عليه. قال لك في تاكيد رابط او في اي حاجه ما تقبلهاش. وفي حاجات تانية كتير بس دي هتحتاج فيديو تاني لوحدها عشان نعرف نتكلم فيها براحتنا. وزي ما عودتكم طول ما انتم مشتركين في مستشفى الهواتف اللي اتكسر هيتصلح.